بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض القرص المبسوسه بطريقه سهله جدا وبسيطه، مقادير مظبوطه جدا. هتطلع معاكي زي ما انت شايفاه كده، اللون بتاعها موحد، خفيفه جدا كده وبتدوب في البق. اتمنى ان شاء الله الفيديو ده يعجبكم. لو الفيديو ده عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي اشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بقى كده على طول نبدا. بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه كده هوت انا بجيب الدقيق السايب، بس ببقى جايبه نوع دقيق كويس كده هوت، اللي هو الدقيق المتعدد الاستخدامات. معايا كده كيلو ونص من الدقيق السايب. هبدا كده انخله، هكتب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف مقادير الكيلو، بس اللي عايز يعمل كيلو. انا بحب انخل الدقيق، حتى لو الدقيق ده جايباه اكياس برضو بحب كده انخله. انا النهارده كده هعمله باليانسون وبالشمر. هحط معلقتين كده من اليانسون كبار ومعلقتين كده من الشمر، هحطهم كده مع بعض كده في المطحنه وهنخلهم. طبعا انا في الاول يعني مسخنهم كده تسخينه كده على البوتاجاز. بعد ما بطحنهم كويس بنزلهم كده برضو في المنخل، لان عندي المطحنه مش بتنعمه كويس. وهرجع تاني اخدت الخشن هضربه تاني وهرجع انخله. وهتخلص بقى من الحبه الخشنين، يعني انا كده كده مش هيفرقوا قوي معايا. خلاص كده هوت هشيل بقى الخشنين ده كده هوت على جنب. وهبدا احط كده شويه من الملح، ربع معلقه صغيره ومعلقه ممسوحه من البيكنج باودر. وهنا بقى هنحط كده هوت السكر. هحط على كل كيلو 4 معالق، انا هحط 6 معالق من السكر عشان عامله كيلو ونص. وهحط معلقتين كده كبار من الخميره الفوريه، وزي ما قلت لكم هكتب لكم المقادير بتاعه الكيلو في صندوق الوصف. قلبتهم كده مع بعض، وهنزل عليهم بكوبايه ميه كده دافيه. هقلبهم كده شويه وهركنهم على جنب. تقدري تعملي الخطوه بتاعه الخميره دي كده هوت قبل ما نبدا في الدقيق والحاجات دي. معايا بقى كده كوبايه كده من السمنه، ودي سمنه كده يعني مش مسيحاه ولا حاجه. انا هحط 3 كوبايات كده من الماده الدهنيه. اول حاجه حطيت كوبايه سمنه، ورجعت حطيت شويه كده هوت من السمنه، يعني وهكمل الكوبايه زيت، يبقى كده هوت كوبايه ونص من الزيت وكوبايه ونص من السمنه. وتقدري برضو يعني تقسميهم براحتك، يعني ممكن تزودي في الزيت اكتر، تزودي في السمنه اكتر، او تخليه كله سمنه براحتك. بس يعني مش هيبقى مفضل ان يبقى كله زيت. حطيت كده شويه من السمسم، ويعني السمسم ده ممكن تزودي او تقللي براحتك، يعني ممكن تحطي نص كوبايه، تحطي كوبايه براحتك. اهم حاجه بقى احنا هنبس الدقيق مع السمنه ده كده كويس. الاول بقلبهم كده تقليبه، وبعد كده هبسهم بايدي. بس انا نسيت احط مع المكونات دي كده هوت ربع كوبايه من النشا. النشا ده اختياري، بس بصراحه بيدي يعني قرمشه حلوه جدا للقراقيش بتاعتنا او للقرص بتاعتنا. العجينه دي تقدري تقطعيها قراقيش، وتقدري تعمليها قرص كده زي ما انا عملت. همسك بقى بصوا كده كل شويه دقيق كده هوت هبسهم زي ما بنبسوا كده عجينه الكحك. تخليها بقى كده دايبه معاكي، وتبقى القرصيه كده هوت يعني ما تبقاش محجره، تبقى ناعمه كده معاكي. اهم حاجه ما تخليش ولا حبه دقيق كده مش متغلفه بالماده الدهنيه دي. هعمل بقى كده كله بالشكل ده كده وارجع لكم تاني. بصوا بعد ما عملت بقى كله خلاص، كله كده بقى تمسك كده الحبه في ايدك تكوريهم، تحسيهم كده ان هم متماسكين، بس في نفس الوقت كده بيتقطموا كده معانا. خلاص بقى كده هنبدا بقى نحطه الخميره. زي ما انتم شايفين كده بدات تعمل رغاوي كده على الوش. تقدري تكملي بقى الباقي كده بميه او بلبن. انا هحط كوبايه لبن، والباقي بعد كده هكمله بميه. ادي كده كوبايه لبن برضو دافيه. وهبدا كده الم العجينه كده واحده واحده. احنا مش عايزين نعجن كتير، احنا عايزين بس كده نشرب العجينه كده اللبن او الميه اللي احنا حطيناه. انا دلوقتي حطينا كوبايه ميه اللي هي مع الخميره، وكوبايه لبن، وهجيب كوبايه تانية هحط منها بالتدريج. مش عايزين العجينه تبقى لا ناشفه قوي ولا طريه قوي. او زي ما انتم شايفين جبت كوبايه ميه تانية مكان الكوبايه بتاعه اللبن، وبحط كده واحده واحده. هو الكيلو ممكن ياخد معاكم كوبايتين الا حاجه بسيطه كده، حسب برضو نوع الدقيق كده معايا. بصوا انا كده الكيلو خد معايا الكيلو ونص، خد معايا 3 كوبايات. لحد ما بتلمي كده، لحد ما تلاقي الحاجه اللي انت بتعجني فيها ما فيهاش بقى عجين ولا حاجه. خلاص كده العجينه اتلمت معايا، وده كده القوام بتاع العجينه. بصوا عامل ازاي. خلاص بقى كده انا بس بختبر بس كده قطعه بشوفها في ايدي، وبكورها كده بضغط عليها. لو ما بتشققش ولا حاجه تبقى العجينه معايا تمام. انا هغطيها كده بس وهسيبها شويه كده ترتاح،
يعني تخمر نص تخمير، مش هخمرها على الاخر. انا كده هغطيها واسيبها حوالي كده نص ساعة ولا حاجة. هطلعها بقى كده، هبدأ ألم العجينة، هتحس انها تنعم معايا اكتر، وهبدأ بقى اشكل فيها. وطريقة التشكيل سهلة جدا. انا بقرص عليها كده ايه ما بين صوابعي كده، وهي مكانها في الكروانة اللي انا بعجن فيها. وبعمل بقى حجم القرصة اللي انا عايزاه. انا عاملاها كده في الحجم ده كده في الوسط. هقطع بالشكل ده كده. اهم حاجه ان انت تخلي السطح بتاعها يبقى ناعم. يعني انا بصوا باخدها كده على ايدي، بفضل يعني الم فيها كده لحد ما السطح بتاعها من فوق يبقى ناعم بالشكل ده. والعجينه ما شاء الله معانا بجد يعني مظبوطه جدا وحلوه جدا في التشكيل بتاعها. بصوا بلم كده بصوابع ايدي، وباخدها كده اكورها على ايدي. اهم حاجه السطح بتاعها من فوق يبقى ناعم من فوق، عشان خاطر يبقى القرصيه كده شكلها حلو. لو انت حاسه انها كبيره، انا ما بوزنش بالنظر كده ويعني ايه بخلي كده الواحده في الوسط. هعملي بقى الصاج ده كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. واحطهم كده مكوره زي ما هي، وبعد كده بقى حاجه بططها وهي في قلب الصينيه كده بحل. بصوا من غير تعب ولا مجهود بتطلع السطح بتاعها ناعم وجميل جدا. بقطع كده على طول، وباخدها كده بصوابع ايدي كده بلم فيها كده السطح بتاعها من تحت كده بيبقى ناعم. اوريكم واحده كده بقى ايه على بطء كده شويه عشان تشوفوا الطريقه كده سهله ازاي. وبعد كده بقى اكمل الباقي كده مع نفسي. بصوا باخد العجينه كده بين صوابعي، وبلم كده فيها لحد ما تتكور معايا والسطح بتاعها يبقى ناعم زي ما انتم شايفين كده. لو بحسها صغيره بزودها، بحسها كبيره كده بقطع منها. بصوا بقى الحركه دي بتخليها تطلع من تحت معاكي السطح بتاع القرصيه ناعم وجميل. وباخدها كده بقى من كف ايدي. بصوا عامله ازاي بقى السطح بتاعها ناعم كده وجميل جدا. خلاص بقى انا هكمل بقى كده الصينيه دي كده مع نفسي، وبعد كده بقى ايه هرجع ابططها. انا كده خلصت الصينيه. ابدا كده اخد بقى من اول واحده كده وابططها. بصوا بتتفرد معايا بكل سهوله، والسطح بتاعها ناعم، مش حته طالعه وحته نازله ولا اي حاجه. ببططها في الصينيه نفسها، مش ببططها على الرخامه وارجع اشيلها واحطها تاني. بصوا شكلها عامله ازاي. بجد عايزه اقول لكم العجينه يعني ملمسها حلو جدا، والشغل فيها مريح جدا. وسواء وانا بقطعها او انا ببططها كده، والله العظيم مريحه جدا. لان المكونات اللي محطوطه فيها مظبوطه جدا، والطريقه اللي اشتغلنا بيها مظبوطه. جربوها كده بنفس الطريقه، بجد هتعجبكم جدا ومش هتبطلي تعمليها. هكمل بقى انا كل الكميه بنفس الطريقه دي كده ان انا اخلص الصينيه وابططها بالشكل دوت. ممكن اعمل صينيتين او 3، بس انا حبيت اخلص معاكم الصينيه دي عشان هاخد بقى كده بقيه العجينه دي كده، واروح اقعد بقى كده في اي حته كده واكمل مع نفسي. بصوا شكلها عامل ازاي. هسيب بقى كده الصينيه دي كده وهاخد بقى الباقي كده واروح اكمله مع نفسي، واوريكم بقى الكميه كلها عملت معايا قد ايه. دي كده اول صينيه كنت عاملاها، وبقيه الصواني هي ما شاء الله عملوا معايا كذا صينيه وكميه كبيره جدا. هسيبهم بقى كده يعني يخمروا كده شويه، وهبدا اشغل الفرن كده وهبدا في اول صينيتين عملتهم اشغل عليهم الفرن. بس كده حابه قبل ما ادخلهم الفرن كده هعمل كده حركه كده فيهم دول اللي هم في الكروانه دولت انا قطعتهم. مستنيه بقى لما الصاج يخلص كده احطهم فيه. بصوا بقى جبت كده العصايه بتاعت الشيش داوود كده وعملت كده فيها اخرام بالشكل ده. بتدي شكل حلو في نفس الوقت كده القرصايه ما تطلعش منفخه من حته وحته لا. وده كده شكلها. ممكن تخرميها كمان بالشوكه اللي هي الشوكه بتاعت الاكل كده زي ما كان اهالينا زمان بيخرموها، واللي هم اللي كانوا في الكروانه حطيتهم في الصينيه المدوره دي. شغلت بقى عليهم كده الفرن على درجه حراره متوسطه، عشان احنا عايزينهم يطلعوا كده ناشفين شويه، مش قرص طريه. دي قرص كده مبسوسه بتبقى كده يعني فيها سنه كده قرمشه. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. التسويه بتاعتها موحده. شغلت عليها الفرن من تحت على درجه حراره متوسطه، ولما بتاخد لون كده من تحت بشغل عليها الشوايه برضو على درجه حراره متوسطه. ما بشغلش الشوايه على درجه حراره عاليه. ودي كده الكميه اللي طلعت معانا ما شاء الله بجد كميه حلوه جدا. ريحتها وطعمها بجد تحفه. بصوا انا عملت كده صاج او صاجين من غير ما اخرمهم، وطلعت معايا برضو شكلها حلو. بصوا شكلها عامل ازاي، وريحتها بقى وطعمها بجد كده يعني مش قادره اوصف لكم جمالها. ريحتها عامله ازاي. والناس اللي ما بيحبوش بقى الشمر واليانسون يقدروا يستغنوا عنه ويكملوا بقيه الوصفه زي ما هي. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ولو استفدتي من الفيديو ما تبخليش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي اشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.